السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن مرض السكري وايه هي الاطعمه اللي ممكن ترفع معايا مستوى السكر في الدم وتقلل مستوى السكر في الدم، وازاي مرض السكري ممكن ياثر معانا على السمنه بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. اول ما بنسمع مرض السكري على طول بيجي في دماغنا حاجه اسمها مقاومه الانسولين. الانسولين هو الهرمون اللي بيفرزه البنكرياس علشان خاطر يكون قادر على حمل جزيئات السكر من داخل الدم وداخلها جوه الخليه عشان تدينا الطاقه. احنا هنتكلم عن مرض السكري من اتجاهين، ان في مشكله عندي، يا اما في مشكله في البنكرياس في عدد افراز الهرمون الانسولين ما بيفرزوش بكميه كافيه، فبالتالي بيتراكم عندي كميه سكر في الدم عاليه جدا، او ان الخليه نفسها الانسولين مفروز بكميه كافيه بس الخليه نفسها ما بتستجيبش للانسولين في انه يدخل جزيئات السكر جواها، فبالتالي برضه بيتراكم عندي كميه السكر في الدم. طيب لو جينا نناقش مرض السكر هنناقشه من الاتجاهين دول. اول اتجاه معانا لو احنا قلنا زي ما قلنا كده ان انا عندي مشكله ان البنكرياس ما بيفرزش كميه انسولين بكميه كافيه. طيب ليه ده ممكن يحصل؟ لاسباب كتيره جدا، منها ان ممكن يكون اصلا عندي مشكله مناعيه اصلا ذاتيه في البنكرياس، في عندي بعض امراض المناعه اللي بتهاجم البنكرياس فبتخليه مش قادر ان هو يفرز كميات كافيه من الانسولين. تاني حاجه ممكن يكون عندي التهاب في البنكرياس برضه مش قادر ان يفرز كميه كافيه من الانسولين. عندي كمان ان ممكن يكون في استئصال جزء من البنكرياس. برضه في امراض زي السرطانات والكلام ده اللي بتاثر على كفاءه البنكرياس في افراز الانسولين. المشكله دي او نوع السكر ده هو مش بالضروره يكون يعني يسبب سمنه، يعني السمنه مش مرتبطه بيه بشكل كبير جدا، لكن الجزء الثاني من المرض اللي هو انا عندي الانسولين بكميات كافيه ولكن عندي الخليه ما بتستجيبش للانسولين ده في انه يدخل السكر جواها. زي مثلا وهنمثلها بالشكل ده، انا عندي الخليه بالشكل ده كده، وهرمون الانسولين المفروض ان هو يشيل حمل جزيء السكر ويدخله جواها. المفروض ان الخليه بتستجيب وتفتح على طول عشان في مستقبلات عندي هنا على الخليه بتستقبل بتكون حساسه للانسولين، تفتح عشان خاطر يدخل السكر جواها. فبالتالي المستقبلات ديت ما بتستجيبش للكلام ده، فبنسميها مقاومه الانسولين، ان الخليه بتقاوم عمل الانسولين في وظيفته الاساسيه اللي هو حمل السكر ودخوله جوه الخليه. المشكله دي مرتبطه بشكل كبير جدا 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 بسبب السمنه. يبقى اول ما بنيجي في دماغنا مقاومه انسولين خلاص احنا عارفين ان في سمنه، او ان في سمنه يبقى في مقاومه انسولين. ونتيجه عندي ان الخليه ما استجابتش للانسولين في انها تدخل السكر جواها، تراكم كميه السكر في الدم بشكل كبير جدا، فبالتالي اللي عندي البنكرياس ذكي جدا فبدا ان هو يفرز كميات اكبر من الطبيعي بتاعته. وليكن مثلا ان البنكرياس كان المفروض يفرز 100 هرمون انسولين في اليوم، دلوقتي بدا يفرز 100 و150 و120، فبدا يفرز اكبر من الكميه اللي المفروض يفرزها. فبالتالي بعد فتره من الزمن البنكرياس نفسه اجهد واتعب، وبالتالي هو ما عادش قادر يفرز الكميه الطبيعيه بتاعته. ده اثر على افراز الهرمون الانسولين نفسه، وتحول الموضوع من مقاومه انسولين، من مجرد مقاومه انسولين، لمرض سكري من النوع الثاني.